السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ متنسوش بقى تشتركوا. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وكل فيديو انزله يعني يوصلكم وكده. واللايك يا حبايب قلبي، اهم حاجة اللايك، علشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو. وتشوش زي ما احنا متعودين تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة طبعا روتيننا النهاردة يوم جميل ومميز وحلو. انا كنت طبعا مصوره لكم وانا شايله طبعا السجاد ومبهدله وشايله الفرش يعني وكده، عشان كنت انا قايله لكم اللي كان في نمل وكنت كنسه او مسحه ومش عارف ايه كده يعني علشان الحر. فطبعا احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين، داخلين خلاص في صف الشتاء. خلاص الساعه اتغيرت امبارح بالليل وداخلين طبعا خلاص في صف الشتاء خلاص كده. فطبعا قلت لا نفرش بقى، فقلت اما افرش بقى الشقه معاكم، بس في حاجات ما عملتهاش قدامكم عشان كنت واخده راحتي شويه بعمل حاجه واقعد ببنتي شويه اشيلها كده يعني. انا هنا طبعا كنت فرشه اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين، بس دي حاجات مشتريات كده كنت جايبها من عندي يا بلاش هنا عندنا في المحله. فكنت اوريها لكم. دي شماعات لولولي كده كنت جايبها لها عشان اعلق لها اللبس بتاعها، في لبس يعني مفيهوش شماعه، مفيهوش شماعات، فقلت لا اجيب لها شماعات عشان اعلق لها لبسها على الشماعه. بكام الشماعات ديت؟ ب20 جنيه. ب20 جنيه. اللي بوريها لكم اللي كنت بوريها لكم اللي كانت في الكيسه دي حاجه كده بتتحط عليقه تحت رف التلاجة زي علب التلاجة، زي الحافظات بتاعه التلاجة اللي بتحط فيها الخضار والاكل والفاكهه والحاجه. جميله قوي على فكره. دي بتتحط تحت رف التلاجة، بتحط فيها اي حاجه، طماطم، خضار، اي حاجه. بكام؟ ب24 جنيه. الفرش اللي انا وريتها لكم دي اللي زي فرش الاسنان، دي فرش البوتاجاز بتتغسل العيون، لو في حاجه نازله في العيون وحاجه مثلا مش راضيه تطلع، دي بتدخل فيها. دي سلك اصلا ب15 جنيه التلاتة مع بعض انا مستعملها. هنا بقى كنت بوريكم الدرج بتاع لولي واقول لكم يعني ده لبسها، ودي شرابك كده زي لكالك كده، حماتي يعني ماما ربنا يخليها لي هي اللي عاملاها. وده هدومها كده وحاجاتها الداخليه اللي انا حاطاها. فده بقى الهدوم اهيت. فانا طبعا في حاجات مش متعلقه على الشماعه، فانا قلت اعلق لكم برضو، هعمل لكم روتين برضو ان شاء الله باذن الله، وانا بعلق لكم هدومها وبوريكم الروتين بتاعها، وبوريكم اخد ايه في الشنطه دي وماخدش ايه كده يعني. انا هنا طبعا كنت بوريكم الشنطه الصغيره ديت، طبعا باخد فيها لبس حاجات لولي يعني وكده وانا رايحه عند ماما. لما اكون رايحه عند ماما وماما طبعا انا سايبه لها لبس هناك، سايبه لها غير هناك، فلما اكون رايحه عند ماما وكده واكون سايبه لها لبس هناك، باخد الشنطه الصغيره دي بحط فيها الترمس، وبحط فيها علبه اللبن، كوبايه الميه، الببرونه، البامبرز، بس كده. لو مفيش مكان احط فيها البامبرز بحط البامبرز في الشنطه بتاعتي اللي انا بلبسها على ايدي دي. والشنطة الكبيرة بقى اللبس والبمبز والمناديل والحاجات الكتير دي. انا طبعا كنت فرشت الأوضة هي السجاد خلاص كنست الشقة ومسحته، بس زي ما قلت لكم ما عملتوش قدامكم عشان كنت واخدة راحتي شوية. وطبعا في السجاد ما كنتش عارفة افرشه، اللي مش قادرة ان أنا ارفع السفرة يعني وافرشه كده. فطبعا كنت مستنية جوزي لما يجي عشان يرفع معايا ابو لولي.